السلام عليكم، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يلا النهارده ان شاء الله هنعمل الفول بطريقه جميله جدا. ممكن تكون ناس كتير عارفاها بس انا بصراحه اول مره اجربه بالجزر. معايا جزريه مبشوره ومعايا شويه عدس. دايما كنت بحط عدس بس دايما يطلع غامق. وأما حطيت طماطم برضو طلع غامق. فالنهارده بقى يعني هنحط جزرايه وبس، وان شاء الله الفول هيطلع معانا لون رهيب جدا وابيض وفي حمار بسيط كده. يلا ان شاء الله هنشوف مع بعض كده. ده نص كيلو فول. هننقعه طبعا من بالليل عشان يخرج الغازات اللي فيه، لان البقوليات طبعا معروفة ان هي بيبقى فيها حاجات سامة كده. تمام. هنحط بقى جزء كده ونحط شوية عدس ونحط رق تاني، يعني طبقات كده يا بنات. كنت الاول بحط طبقات كده واحط طماطم وبيكربونات وملح ليمون، بس بجد لا يعني خليكي في حاجات الطبيعية بتفرق جدا والطعم بيبقى جميل جدا. بجد كل اللي داقه قال لي رهيب. ونحط بقى شوية جزر مبشورين ونحط عليهم شوية فول تاني وشوية جزر. وفي احيانا ممكن تحطي معلقة كركم، بتدي برضو لون وتست حلو قوي. بس انا هنا مش هحط كركم. ماشي يا بنات. باذن الله. يعني مش قادره اقول لكم كل شويه اقول عايزين فول يعني رهيب. وبعد الغلا اللي احنا فيه ده يعني اعملي بقى فول في البيت ودمسيه اوفر بكتير. هحط اخر شويه جزر مبشورين كده على وش القدره. خلاص كده انا هحطها على الحجر، هيستوي على الحجر كامل على اخر درجه. بس انا حطيت ميه سخنه، يعني ما صورتش الخطوه دي بس انا حطيت ميه سخنه. بس كده بصوا بعد ما طلعته هنا بقى لسه ايه برد كده واتجمد. شايفين اللون؟ يعني انا بوريكم اللون. وفي بواقي جزر بسيطه جدا جدا لا تذكر يعني، لكن كله داب وبقى جميل وفي قلب بعض، وانت ما بتهرسيه اساسا ما بتحسيش باي حاجه. انا عايزه اوريكم القدره من جوه بيضه يعني. ما فيش يعني شايفين بيضه ازاي وجميله ازاي. طبق فول محترم بجد رهيب، شوية طحينة وشوية زيت وهتفطري أحلى فطار في الدنيا. ما تنسوش تحطوا لايك للفول بتاعنا، دايب دايب خالص يعني. ما تنسوش تحطوا لايك للفول، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد إن شاء الله. وانتظروا فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين طبق الفول بقى بعد ما ادينا له شوية زيت وليمون؟ بجد 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 رهيب رهيب. تحفة. انا بجيب اكياس الطحينه دي كده سهله عليا بصراحه وحلوه قوي للفول. الكيس ب2 جنيه ونص كده. تحطيه كده بيبقى شكله حلو قوي. وشويه زيت حلوين كده واللي بيحب الشطه طبعا بقى يقطع بقى حتت شطه عليه. بجد روعه. شايفين الجمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.